عسلامة ومرحبا بكم في قناتي MKM سافار. اليوم جبت لكم فيديو جديد وفيه حطيت لكم وصفة القلاية الصفاقسية اللي نعملوها مع البيزين يوم عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والبركة. سبق أني حطيت الرسيت بتاع البيزين والقلاية في القناة، تو نحط لكم الرابط بتاعها أسفل الفيديو. المرة هذه القلاية عملتها باللحم البقري. شوفوا ما شاء الله كيفاش اللحم طيب بالكدا زبده حصيلو. المره هذه اخترت نعملها بالبقري على خاطر برشا ناس يقولوا العلوش العيد ما نمسوهش، خليوه حتى يتحجج ومن بعد باش يستعملوه، دونك يستعملوا القلايه بقري. هذيك علاش المره هذه حبيت نودكم بالرسيت. دونك خديت طروف اللحم هبره تاع بقري وقصيتهم هذيك الطروف وخليت الماء يسخن، ووقت اللي الماء غلى بالكدا وانا نحط فيه هيك طروف اللحم، يعني نفس البرانسيب تاع القلايه اللي عملتها قبل. دونك ملحت شويه، حطيت الملح وباش نخليهم يطيبوا. شوفوا المستوى بتاع الماء في الكسرونه كيفاش معناتها مستوى عالي بتاع ماء، تخليه يطيب في عقله على راحة عقله. تنجموا تعملوا لون مرة تصمتوها لون مرة ومن بعد تبدلوا هذاك الماء وتعملوا ماء آخر. سينو المهم حتى يطيب اللحم بالكدا، معناتها وقت قريب يطيب اللحم وانا نحط الكلاوي كلوة قصيتها زيادة طروف صغار وكبدة زيادة كيف طروف صغار. المهم تغسلهم بالكدا من الدم بتاعهم والكل، ومن بعد خليتهم يطيبوا على راحتهم. دونك من بعد استقطرتهم وفي كسرونه اخرى حطيت طروف الشحم ليا ولا اللي تحبوا عليه، المهم من غير حتى نكته زيت. تو وحدهم يسيبوا الزيت بتاعهم باش يعطي نكهه لا اكثر ولا اقل. دونك خليتهم حتى هكا ولا لونهم بني، وقتها نزيد زيت زيتونه. يلزم كميه ما تغمر اللحم بتاعنا. دونك هذا اللحم استقطرته ما في حد شيء ما، وباش نحطه في هذاك الزيت، يعني الزيت تفا وانا وقتها نحط طروف اللحم. كيف العادة نخليهم على النار متوسطة وإلا هكا متوسطة الهادئة، يطيب في عقله حتى لوين يخرج هيك الماء اللي في اللحم كامل، وتصبح عنا قلاية صافية بالزيت تبدأ تصبر معاكم وتقعد أكثر وقت. دونك نخليها على راحتها حتى لين يبقبق هذاك الزيت وكيف ما هكا تشوفوا. حبيت نقول لكم اذا اول مره تزور قناتي ما تنساش تعمل سابوني وتفعل الجرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. دونك باش نرجعوا لقلايتنا، باش نزيد شويه ملح على طرطوشه المغرفه جيست باش يملح الزيت، خاطر اللحم بتاعنا ديجا ملحناه في السمطان. وباش نزيد الفلفل الاسود دونك كيما تحبوا حاره ولا هكا موزه شويه والا لا، المهم ما يقارب مغرفه اكل كبيره معناتها. ونخلط الكل، نحركوا الكل مع بعضه ونستناها حتى لوين تطيب وتقر زيتها وتقف على زيتها. وقتها نقولوا القلايه بتاعنا حضرت وطابت، وناكلوها مع البيزين ونهار اليوم العيد الاضحى. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركه، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وهذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتردوا لي كومنتير اسفل الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وصفه اخرى ان شاء الله.